السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ده الكلور الجل اللي احنا لسه عاملينه في الفيديو الاخير، ودي نفس الوصفة مع تعديل بسيط قوي. ودي برضو نفس الوصفة مع تعديل غريب شوية، مش عارفة اسميها ايه، انتوا اللي هتسموها. ودي الوصفة الاساسية بتاعت النهاردة من ضمن الاربع وصفات المطلوبين مني، وقلت لكم هنعملهم ورا بعض كلهم. الديتول الجل بفضل الله فن وتوفير، كانت اول قناة تعمل الديتول الجل. كل الوصفات دي هنطلعها من العجينة الخام. العجينة الخام برضو كانت فن وتوفير أول قناة تعملها. فكرة العجينة يا جماعة هي من الصابون البلدي أصلا، يعني المكون الرئيسي فيها هو الصابون البلدي مع شوية إضافات بتختلف من طريقة للتانية. قدمناها أول مرة بإضافة التكسبون والسكر، وتاني مرة بإضافة الصابون السائل، والتالتة كانت بإضافة الخلطة الجاهزة بتاعت الصابون السائل برضو. في اخت من اخواتي شافت فيديو الكلور الجل، وقالت ممكن نستبدل الكلور اللي هو بتاع الملابس البيضة بكلوروكس الالوان، فقلت لها نجرب. وده احنا بنجرب عملي معاك اهو. انا استبدلت الكلور بتاع الابيض بكلوروكس الالوان. كل الخطوات اللي احنا عملناها في فيديو الكلور الجل هنعملها بنفس الترتيب، مع حاجة واحدة بس تعديل بسيط قوي. هنستبدل الكلور بتاع الملابس البيضاء بكلوروكس الالوان زي ما شفتي كده، نفس المقادير ثابتة، نفس الخطوات ثابتة، الفرق بسيط قوي. كوباية من العجينة، كوباية من المية السخنة، كوباية من كلوروكس الالوان، كيسين او 3 من الباهي بلاك او باهي الوان اللي موجود عندك، هتطلعي بالنتيجة التحفة دي. دي بقى نقدر نسميها ايه؟ كلوروكس الوان بس بقوام جل. اخت تانية من اخواتي شافت الوصفة برضو بتاعت الكلور الجل، وقالت ممكن نستبدل الكلور بتاع الملابس البيضة بمعلقة من الصودا الكاوية. هو ممكن، وهننفذ عملي قدامك اهو. بس ساعتها بقى الوصفة دي هنسميها ايه؟ هي دلوقتي عبارة عن صابون مبشور معمول عجينة ومعلقة صودا ومية والكام كيس باهي او اوكسي. يبقى الوصفة دي هنسميها ايه؟ صودا كاوية جل مثلا يعني. انتوا بقى اللي هتسموا الوصفة دي. طبعا الوصفات دي كلها هتستعمليها في أغراض النظافة عادي، هتطهري وتعقمي بيها الأسطح، هتدعكي بيها الحمام، هتغسلي بيها البوتاجاز والحوامل والحوائط اللي ورا البوتاجاز، وهتغسلي بيها الشفاط وكل حاجة. لكن ما تنفعش للأطباق عشان معلقة الصودا دي هتخليها البي اتش بتاعها عالي. يبقى تزودي عليها بقى نص كوباية خل أو معلقتين ملح ليمون عشان تبقى متعادلة يعني شوية. احنا برضو خدنا كوباية من العجينة مع كوباية من المية السخنة، ودوبنا معلقة من الصودا الكاوية في كوباية مية، وضفناها للخلطة بعد ما فكينا القوام بتاعها. وبعد كده حطينا الإضافة الثابتة معانا، وهي أكياس الباهي أو أكياس الأوكسي. هنقلب وهنسيبها ترتاح بتوصل للشكل اللي انت شايفاه ده. سموا انتوا بقى الوصفة دي صودا كاوية جل أو سموها أي حاجة تانية، أنا مش عارفة صراحة سميها ايه. المهم ان الطريقة تنفع والإضافة كويسة مش بطالة. ممكن تستعمليها في غسيل الملابس عادي. اما بقى الوصفة دي فدي فكرة فن وتوفير اصلا، كانت اول قناة تعملها هي مطبخنا فن وتوفير القديمة، الديتول الجل. طبعا معروف ان قوام الديتول بيبقى زي قوام كلوروكس الالوان كده، اتقل من المية حاجة بسيطة. فانت لما بتيجي تنضفي بقى بيه الحمامات والمطابخ وكده برضو ما بيثبتش على الاسطح زي فكرة الكلور الجل بالظبط. فاحنا حبينا نخليه قوامه جل، واستعملنا في ده الصابون البلدي. الديتول الجل آه، يعني هيبقى كويس قوي بقى لما احنا نجمعه من كل الوصفات اللي احنا عملناها النهارده، كلها تناسب وصفة الديتول الجل. علشان كده انا خدت كوباية من كل خلطة عملناها، وضفت عليها نص لتر من الديتول السايب اللي بالكيلو، بس مش من اي حد، لازم يكون حد بيصنع الحاجات دي باحترافية شوية. لان في ناس بتعملها تحت بير السلم بتبقى اي كلام، خاماتها مضروبة. لكن في ناس بتعملها فعلا زي الكتاب ما قال، عشان كده اسعارهم بتكون غالية شوية. يعني مثلا الكيلو ده انا جايباه ب30 جنيه، هتلاقي ناس بتبيعه ب10، وهتلاقي في ناس بتبيعه ب5. تفهمي بقى من نفسك كده ان دي مضروبة تحت بير السلم. لو انت بقى ما عندكيش حد بيصنع الحاجات دي باحترافية وحلوة وكويسة وخامتها كويسة، يبقى هتستبدلي النص لتر ده بكيسين من البريكس الجل بريحة زيت الصنوبر، هيدوكي نفس النتيجة ان شاء الله.